ودلوقتي بقى خلصنا ألذ وأسرع اندومي ممكن تعملوه في البيت، ينفع لجوه نص الليل وينفع كمان كغدا تعملوه كان ببطاطس. يا صباح الفل، النهاردة هنعمل بقى بإذن الله طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا للإندومي بدل ما نروح نشتريه من بره، وطبعا عارفين التوابل اللي فيه مضرة. فاحنا قررنا نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، وكمان تكون فيها قيمة غذائية عالية، لان احنا هنعمله بالخضار اللي هو البصل والفلفل والحاجات دي. وطبعا الحاجة لو حابين تزودوا براحتكم، حابين تقللوا برضو براحتكم. معانا طبعا في اول حاجة في المقادير بصلاية بنقطعها شرايح، حباها تكون متقطعة حتت صغيرة، حبة تكون جوانح براحتك. بتحطيها مع ندعة زيت، مش يعني معلقة صغيرة او متوسطة من الزيت مش كتير. تنزلي عليها بالبصل، تشوحيها كده، ما تخليهاش تاخد لون او تبقى نية، لا تديها تقليبة كده كويسة بحيث ان هي تدبل شوية. بنفضل مستمرين في التقليب فيها لحد ما تدبل كده. وانا عامة عملتها على نار عالية. بعد كده بننزل عليها، بنكون مجهزين مقطعين برضو جوانح من الفلفل. حابين تكون الفلفل حراق براحتكم، حابين تكون بارد بس برضو براحتكم. بس طبعا عارفين ان الاندومي كله بيعشقه بالحراق. انا صراحة ما كانش فيه فلفل حراق فعملته بالفلفل الرومي. قطعته برضو جوانح زي البصل ونزلت عليه على البصل بالفلفل، واديته تقليبة كده بحيث انه يدبل برضو شوية معاها وياخد تقليبة. وبعد كده بقى هننزل بعد ما على ما يجهزوا كده مع بعض ويتبلوا، هنكون مجهزين طماطم متقطعة. طبعا عندكم صلصة جاهزة مفيش مشكلة، تقدروا تحطوا منها معلقة كبيرة او طماطمية. مش عندكم صلصة جاهزة ومش قادرين تعملوا كده، عايزين تعملوا سريع في سريع، تجيبوا اكتر من يعني مثلا حوالي 3 طماطميات او 4، تقطعيهم مكعبات بالشكل دوت وتحطيها عشان خاطر تدبل وتعمل صوص احمر كده. بعد ما حطيناهم هننزل عليهم دي صويا صوص، انا جايباها من العطار، سعرها ما كانش غالي صراحة، كان حوالي حدود 20 25. بتكون موجودة عند العطار او اي سوبر ماركت كبير. هنحط منها دلوقتي معلقة كبيرة او معلقة ونص. انا حطيت بالبركة صراحة، بس يعني بقدرها بمعلقة كبيرة كده. هنقلبها تقليبة كده سريعة، لان هي هتدينا اصلا طعم حلو وكمان معلومة، لما بتحطوا صويا صوص او دبس رمان او اي نوع من الصوصات ديت، بتقللوا، تراعوا ان انتوا تقللوا الملح في التوابل عشان خاطر دي بتبقى اصلا حادقة، فما تحطوش ملح كتير عشان ما يبقاش الموضوع صعب. بعد ما حطينا الصويا صوص عفوا، هنحط بقى شوية مية مغلية ونسيبهم كده بحيث ان هما يتبلوا خالص والطماطم تتبل معانا عشان تعمل الصوص الاحمر اللي انا قلت لكم عليه. حطينا شوية مية مغليين سخنين كده كنت مسخناهم، وهنقلبهم كده سريعا، وهنزل عليهم بمرق الدجاج. شغالة بتقلب وحطيت مرقة الدجاج معاها. هنا بقى كانت الخضار شرب المية اللي انا كنت حطيتها، فحطيت كمان وحسيت ان هي ما تبلش قوي، حطيت مية كمان عليهم سخنين بحيث ان هما يتبلوا خالص كده ويبقوا دايبين، عشان لما احط المكرونة يكون الصوص جاهز وكل حاجة جاهزة. بنقلبها كده تقليبة حلوة. إيه، هنفضل مستمرين في التقليب. وطبعا هنحط عليها بقى كل التوابل اللي احنا حابين. مرقة دجاج، انا حطيت كمان صراحة بابريكا، بهارات فراخ عشان تدي طعم الفراخ كده معانا كأننا بناكل اندومي بالفراخ. حطيت شوية شطة، بحبها مشطشطة. حابين بقى تضيفوا اي توابل تانية بقى براحتكم، انا عامة ده اللي ضفته، محبتش اضيف حاجة تانية. هنا بقى زي ما قلتلكوا هبدأ احط بقى التوابل اللي انا قلتلكم عليها، البابريكا والشطة وكمان البهارات الفراخ، عشان تدي طعم. حابين تحطوا بهارات لحمة او تستغنوا عنهم اصلا مفيش مشكلة. بنقلبها كده تقليبة اخيرة عشان ندوب كل اللي احنا حطيناه التوابل وكل حاجة. بعد كده بقى هننزل عليهم بالمكرونة، طبعا على حسب الكمية اللي انتي حطاها او حابة تعمليها. انا في المكرونة ديت قسمتها 3 اجزاء، اللي هو المكرونة الاسباجيتي قسمتها على 3 عشان اولا تتحط براحتها في قلب الطاسة، وكمان
عشان انا بحبها صغيرة كده مش طويلة قوي. حطيتها بقى وهقلبها كده تقليبة. واهم حاجة دي كمان بتفرق في عمايل المكرونة، ان انتوا ما تخطوهاش، عشان لو خططوها هتيجوا بعد دقيقة هتلاقوها لزقت في الطاسة. و وكمان ممكن تكون عملت ونيت ولزقت في بعض وكده. فان انتوا تخلوها مش متغطية، وتكونوا واقفين جنبها، لان هي اصلا مش هتاخد معاكم 3 دقايق في السوا. بتحطوا شوية مكرونة اللي انتوا حاسين ان هو كده مناسبة، يعني تسيبوها مثلا نص دقيقة او دقيقة كده. وبعد كده تقلبوها، لقيتوها شربت المية، بتضيفوا مية تاني. واهم حاجة تكونوا مستمرين في التقليب، عشان المكرونة بالطرق ديت، سواء بقى مبكبكة او اندومي بالطريقة ديت، بتلزق بسرعة لو انتوا خططوها او مش حاطين مية كافية. فهنا احنا حطينا بعد ما شربت المية حطينا مية تانية، وعشان مستمرين في التقليب خلاص هي مش لازقة اهي معانا في الطاسة. وكمان هي هنا بقى كانت خلاص استوت وتمام دخلت في السوا. فانا كده هرفعها على النار. هنا شربت المية الى حد ما، يعني حوالي 75% شربت المية بتاعتها. انتوا حابينها صيصة ممكن تزودوا المية، ومش حابينها صيصة تخلوها ما تنشف زي ما انا عملتها. هنا بقى بعد ما جهزت معانا وشايفين ما شاء الله